تتمرن قبل المغرب عشان تحرق دهون أكتر، ولا بعد الفطار عشان يبقى عندك طاقة أعلى؟ دي حيرة الرياضيين في كل رمضان. تعالوا نحسم الجدل ونشوف إيه التوقيت المناسب ليك. التمرين قبل المغرب أو قبل الفطار، وتحديدا في الساعة الأخيرة اللي قبل الأذان، دي بنسميها كده الجولدن ويندو أو النافذة الذهبية. ليه بقى؟ لأن أنت مخزون الجلايكوجين اللي بيكون في الكبد أو العضلات بيكون خلاص خلص، فالجسم إجباري بيبقى شغال على حرق الدهون لتوليد الطاقة. فأنت لما بتمارس رياضة بتزود حرق الدهون دي وبتاخد أقصى استفادة من الهدف اللي أنت عايزه. فالوقت ده بيكون مثالي جدا للناس اللي هدفها من ممارسة الرياضة هو حرق الدهون الكتيرة، مع بعض التوصيات البسيطة كده. زي ايه؟ زي انها تكون رياضة مش اجريسيف قوي او مش قوية قوي، زي كارديو بسيط او حتى مشي سريع. وكمان تكون في مكان مفتوح افضل، يكون فيه تهوية كويسة عشان ما تبقاش بتقطع زي تذكرة كده للجفاف وفقد المزيد من السوائل. وده ياخدنا للتوصية الثالثة اللي هي انها تكون قبل الاذان بساعة، بحيث ان انت اول ما تخلص التمرين يبقى عندك الفرصة انك تعوض على طول بالسوائل والمية مباشرة. ناخد بالنا ان احنا اول ما نحس ببعض الاعراض او التعب الشديد نوقف تمرين فورا. ليه؟ لان احنا عندنا حالة كده اسمها رابدومايوليسيس او تكسير العضلات، بتتكسر مع الجفاف الشديد والمجهود العنيف، وممكن تسبب ضرر بالغ للكلى. فناخد بالنا ان احنا لو حسينا بكرامبات او تشنجات عضلية مش راضية تفك، زغللة او ضربات قلب سريعة جدا، واحنا بدأنا ندوخ، نوقف التمرين فورا ونحافظ على نفسنا. اما بقى لو هدفك من ممارسة الرياضة هو الكتلة العضلية، الكروس فيت او الهيفي ليفتنج، فانت مكانك مش قبل الفطار ابدا. مكانك الصح يكون بعد الفطار بساعتين او 3. انت في الفترة دي بتكون خلاص شحنت جسمك بالسوائل والمعادن والبروتين، وبتكون الطاقة في قمتها في الوقت ده، فتقدر حتى تكسر اوزان وانت مطمن ومش قلقان على جسمك ولا على السوائل اللي فيه. فالخلاصة، لو هدفك انك تخس فعليك بالمشي السريع او الخفيف قبل المغرب في جو كويس. اما لو هدفك الكتلة العضلية فخليك في التمرين التقيل بعد الفطار من 2 ل3. لو الفيديو ده ساعدك ان انت تعرف الوقت المناسب ليك، شاركوا مع اصحابك المهتمين بالموضوع ده، وقولوا لنا في التعليقات انتوا من انهي فريق قبل الفطار ولا فريق بعد الفطار، وايه تجاربكم في الموضوع ده، ولا انتوا اصلا من الفريق بتاع الكنبه اللي مش بيعمل تمرينات خالص، او بقى من الفريق الرابع اللي انا شخصيا واحد منهم، اللي احنا بنمارس رياضه عادي طول السنه ونيجي في رمضان نعمل حاجه زي التوقف الدولي كده بتاع كره القدم، ونعمل كده توقف رمضاني. اتمنى يكون الفيديو عجبكم والمعلومات فادتكم، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.